بعض الاطباء كيشخص الامر على انه ستريس مثلا، وكيعطي بعض الادويه، وبعض المرات كتكون دي زونكسيوليتيك. شنو رايك انت كطبيب نفساني في هذه المساله؟ انا كنشكرك على هذا السؤال لانه انا عطيتي واحد ما كاين والو. الطبيب كيقول ما كاين والو. هذا راه واحد الاشكال كبير بزاف، لانه مثلا على سبيل المثال كاين الناس اللي كيديروا سكون ابل دي كريز دونغواس ولا دي زاتاك دو بانيك. شنو هي الميزه ديالها؟ هو انه واحد كيحس بان كيتزير عليه صدرو، بانه كاين واحد الاختناق، ما كيبقاش يتنفس مزيان ايتترا. ملي كنبسطو كنقولوا راه غير لو ستريس. راه كاينين بزاف ديال الامراض النفسيه اللي كتقدر تجلب دي كريز دونغواس. تقدر يكون اكتئاب، يقدر يكون دي تروبل انكسيتي جينيراليزي، كيقدر يكونوا امراض صعيبه اكثر بحال الفصام اللي كيتجلب واحد الخوف اكثر. اي دونك اننا نبسطو ونقولوا راه لو ستريس بعض المرات سي اون بيرت دو شانس بور لو باسيون. بمعنى غادي نعطيوه، قلتي لي زونكسيوليتيك. شنو هما لي زونكسيوليتيك؟ هما الادويه اللي كتنقص من الخوف بطريقه كيماويه، و اللي كتخلي انه الواحد كيلقى واحد الراحه ايميدياتمون، ولكن ماشي علاج. هايلايت مغربي، حلقه جديده وموضوع جديد. موضوعنا اليوم هو موضوع الصحه النفسيه. علاش اختاريت هذا الموضوع؟ لانني لاحظت، ما عرفتش واش تقدروا تتفقوا معايا ولا لا، انه واحد من اكثر المواضيع اقبالا وانتاجا للمحتوى. الا مشينا مواقع التواصل الاجتماعي غنلقاو بزاف ديال الاطباء، ديال المختصين النفسيين، ولا حتى ديال الناس العاديين اللي كيتقاسموا التجارب ديالهم ارتباطا بهذا الموضوع. السؤال اللي لفت انتباهي انا شخصيا هو هذا الاقبال على هذا الموضوع وهذه الغزاره في انتاج المحتوى في موضوع الصحه النفسيه، واش كيعكس فعلا واحد التطور وواحد الوعي نقدروا نقولوا مجتمعي الموضوع ديال الصحه النفسيه. في هذه الحلقه ايضا غادي نحاولوا نعرفوا كيفاش نقدروا نميزوا ما بين الصعوبات العاديه اللي كنعيشوها في الحياه اليوميه ديالنا، واللي تقدر تكون كيف كنقولوا الاكراهات الطبيعيه ديال الحياه، وما بين بعض المؤشرات اللي كتكون كتدل على وجود بعض الاضطرابات النفسيه اللي كتخصها معالجه او مرافقه. ضيفي اليوم اللي غادي يحاول يجاوبنا على هذه الاسئله هو الدكتور عثمان الورابي، طبيب نفسي ومعالج نفسي. طبيب نفساني. غنبداو بهذه مزيان. ملي صححتيها ليا قلتي لي نفساني وماشي نفسي، علاش؟ الوغ لانه هذه نقول لك واقيلا هي الترجمه الرسميه ديال اشنو هي لا بسيكياتري، وبالاخص انه الا جينا نترجموها بمعنى الكلمه غادي نهضروا على الطب العقلي. وهنا راه ديجا كندخلوا في هذاك الاختلاط اللي كاين ما بين شنو هو اللي نفسي وشنو هو اللي عقلي. وملي كنهضروا على اللي نفسي اكيد انه الناس كاملين في الدين ديالهم كيمشيو لاشنو هما الاعتقادات او الروحانيات. الاختلاط ما بين هاد المواضيع او هاد الميادين بجوج كما كنت كنقول لك الواحد كيحس بانه مذنب اذا كان مريض، بانه وقيلا ما دايرش الواجب في بزاف ديال الامور. هو اكيد انه ملي كنكونوا مصابين بامراض عقليه او امراض نفسيه، مثلا ملي كنهضروا الاكتئاب، هذاك احساس بالذنب الشديد راه علامه سريريه ديال هذاك الاكتئاب، وكندخلوا في واحد الدوامات اللي هي شويه صعيبه. النقطه الثانيه، بحكم هذا كما قلت لك هذه الحشمه اللي كتكون من خلال هذه لا كونفوزيون، الاغلبيه ديال الناس ولو اذا مشاو شافوا الطبيب وكياخذوا علاج الى اخره، كيحشموا انهم يقولوها مثلا المحيط ديالهم العائلي او المحيط الاجتماعي بصفه. اعتقادك هذه الحشمه هذه باقه دابا؟ حيت كيف كنت في التقديم كنحسوا انه الموضوع ولا متداول، ولا كتسمع شي واحد كيقول لك راه كنمشي عند طبيب نفساني، ولا راه كنفكر نمشي. كنظن كاين فرق مقارنه مع سنوات قبل. متفق معك. كنظن بانه كاين، مع العلم انه ما كاينش ارقام زعما اللي هي دقيقه، ولكن كنظن بانه بحكم لي ريزو سوسيو كما قلتي كاينين بزاف ديال لي بوبليكاسيون دي فيديو اللي كيحاولوا يفسروا، اللي كيحاولوا يعطيو المعلومه الطبيه. ظاهره صحيه هذه الغزاره في الانتاج كاي ظاهره كاين الايجابيات والسلبيات. لانه ملي كنهضروا على الانتاج
ديال المحتوى اللي كاين في لي ميديا سوسيو، راه دائما كتكون المساله ديال الجوده ديال المعلومات. والمعلومه ملي كنشوفوا مثلا لي ريزو سوسيو راه لا بلوبار سي دي فورما كور قصار، دونك دقيقه ونص غادي نهضروا على بعض النقاط الى اخره. هو راه واحد النوع ديال التبسيط اللي هو مستحب باش الناس يقدروا يفهموا شي شويه شنو اللي واقع، ولكن في بعض المرات كيقدر يعطي غادي نقول لك واحد النوع ديال اغلاط ديال الفهم ديال اشنا هو هذاك المرض، اشنا هما التداعيات ديالو، اشنا هما العلاجات الممكنه الى اخره. اي دونك ملي كنهضروا على هاد لا فولغاريزاسيون وهاد لا ديفوزيون دو ماس، كنظن كاين بعدا اولا الحاجه اللي مهمه هو انه كاين اون اسبيس دو باناليزاسيون، بمعنى انه ما كنبقاوش نمشيو في هذاك المنطق ديال المرض العقلي او المرض النفساني راه شي حاجه اللي هي نادره، بالعكس. والدليل على ذلك هو انه كاينين ارقام اللي في البلاد ديالنا اللي بينات مثلا في الاخر ديال 2022 بانه تقريبا نص ديال المواطنين فايت ليهم عاشوا على الاقل، وي ما بقيتش عاقل على بالضبط لو شيفر بالضبط، ولكن 49% تقريبا، دونك نقولوا النص بانهم عاشوا او كيعيشوا واحد اضطراب نفسي اللي من الناحيه ديال لي كريتير دياغنوستيك، المعايير باش نديروا التشخيص راه كاينين. تقدروا كنهضروا على الاكتئاب، كنظن في نفس الدراسه الاكتئاب كان كيهضر على تقريبا الربع ديال الناس 26%، لي تروبل انكسيو تقريبا 10%، اللي كنسميوهم لي تروبل بسيكوتيك بمعنى ملي كيكون الذهان والواحد ما كيبقاش تماما كيفكر بمنطق ومرتبط بالواقع 100%، راه 6-7%. اذا هادو واحد الارقام اللي كتبين بان راه ما كنهضروش على شي حوايج اللي هي نادره، ولكن ملي كنجلسوا في العائلات ديالنا مع الاصدقاء ديالنا ما كنكونوش داركين بانه مثلا تبارك الله العائلات في المغرب دائما كاين بزاف ديال الافراد، الا شفنا غير هاد الاحصائيات ديال الربع فيتعاشوا اكتئاب او عندهم اكتئاب، وفي العائله ديالنا ما عمر ما كيكون في خبارنا بين شي واحد راه كان مريض ولا راه كيداوى. وهذه انا كنشوفها في الحياه المهنيه ديالي اليوميه، هو انه كاين بزاف ديال الناس اللي كيجيو باش بون كونسلطاسيون وبون كيتم التشخيص وكيكون واحد الاضطراب، وكاين كنطرح عليهم واحد العلاج، ما كاين مشكل، هما مقبلين على انهم ياخذوا العلاج، ولكن غير مقبلين على انهم ولا بدا يهضروا مع العائله ديالهم، يقول لهم شنو اللي كاين. شحال من واحد كيخبي الدواء كيخليه فريمون في المحفظه ديالو او في الصاك ديالو باش ما يهضرش ولو مع يعني الزوج. باقا طابو، نقدروا نقولوا انه باقا طابو الصحه النفسيه والمشاكل النفسيه في المغرب باقا طابو لانها مرتبطه نوعا ما بواحد الصوره، واحد التخيل بانها ضعف الشخصيه. وراه انا ناكد لك باننا كلنا بدون استثناء نقدروا راه حنا معرضين اننا نمرضوا شي نهار، لانه ملي كنهضروا وهادشي علاش رجعوا لهذاك لا كونفوزيون بين تروبل بسيشيك، تروبل مونتو، الامراض العقليه او الامراض النفسانيه. دماغنا راه عضو كجميع الاعضاء ديال الجسم، بحال القلب، بحال الرئه، بحال الكبده، بحال الكلاوي، عنده واحد لو فونكسيونمون بيولوجيك اللي هو دقيق، اللي كيقدر يخسر. مثلا الواحد كيكون عنده واحد الاكتئاب اللي كيبان، وفي الاغلبيه ديال الاحيان ملي كنهضروا على الاكتئاب راه شي حاجه اللي كتكون على بضعه اسابيع، بضعه اشهر، بضعه سنوات. السؤال كنت بغا نسولك عليه، كنتي كتقول لي انه مجموعه من الاضطرابات الارقام كتقول انها كبيره ومن بينها الاكتئاب، وقلتي لي اضطرابات لونكسي لي تروبل انكسيو اللي شنو هما لي تروبل انكسيو؟ هما جميع الامراض اللي غادا تبان بواحد الخوف اللي هو مفرط. كيفاش كيتعبر هذا الخوف المفرط؟ تري بيان. الخوف هو واحد الاحساس، سي اون ايموسيون اللي عند في جميع المجتمعات وجميع الثقافات اللي كنحسوا به ملي الذهن ديالنا كيحلل واحد الموقف وكيبان ليه واحد الخطر. اذا الخوف
حاجه عاديه ملي كيكون خطر حقيقي. فين كنقولوا بان كاين ان تروبل انكسيو؟ هي ملي كيكون واحد الخوف والخطر اللي قدامنا يا اما ما كاينش، يا اما هذاك رد الفعل لانتونسيتي ديال هذيك لونكسيتي راه ما عندهاش واحد العلاقه موازيه مع هذاك الخطر بمعنى الكلمه. على سبيل المثال لي فوبي سبيسيفيك، لي فوبي سامبل، بمعنى الفوبيات مثلا ديال الناس اللي كيخافوا من القطوط. راه ما كاينش خطر حقيقي انه كاين واحد القط قدامي، ولكن كيكون واحد كتكون بسبب العوامل اللي كتخلي انه الواحد كيحلل هذاك الموقف بانه فيه واحد الخطوره، وبالتالي كيكون واحد رد فعل بالخوف مبالغ فيه مقارنه مع الخطر اللي كاين. مبالغ فيه تماما. هذا هو التعريف المبسط ديال اشنو هما لي تروبل انكسيو. كاين القلق الاجتماعي، هو الخوف بافراط انه الناس يحكموا علينا بطريقه اللي هي سلبيه باش يعني الحكم ديال الناس حتى هو داخل في الاعراض ولا المؤشرات على وجود بيان سور. لانه هنا راه ملي كنهضروا على لا فوبي سوسيال اللي كنسميوها دابا لو تروبل انكسيتي سوسيال، القلق الاجتماعي، ملي كنهضروا على الحالات المرضيه، انا كنظن هذا واحد المثال اللي كيبلور الاهميه ديال التفاعل مع المجتمع ديالنا وعلى حسب الميزات ديال كل مجتمع. وكما قلت لك لانه حنا بني ادم راه كنعيشوا في مجتمعات، والمجتمعات عندهم التكوينه ديالهم، عندهم المؤسسات ديالهم، عندهم القيم مي سورتو لي ريغل ديالهم، و راه محتاجين اننا نندمجوا في هذاك المجتمع. وبالتالي الحكم ديال الاخر عنده واحد الاهميه اللي تقدر تكون قصوى. هذه المساله ديال اننا محتاجين اننا ندمجوا في المجتمع، البعض ملي كيبغي يعطي الراي ديالو في هذا نقدروا نقولوا هذه النظره المعاصره للصحه النفسانيه، يعاب عليها واحد المساله يهمني نعرف الراي ديالك فيها. يقال انه هذه النظره هذه وهذا التعاطي هذه مع هذه الطبيعه ديال هذه المشاكل كينمي عند الفرد بزاف ديال الذاتيه، انه فاش كنقترحوا عليه اولا العلاجات المقترحه كتخلي الواحد ذاتي بزاف وكيولي كياخذ مسافه من المجتمع. شنو رايك في هذه المساله؟ هذا سؤال اللي نقدر نقول لك مهم جدا. علاش؟ لانه هنا غادي نتخيلوا بانه خصنا نشوفوا شنو هي واش كاين واحد النوع ديال التناغم ما بين ملي كنشوفوا هذاك الشخص اشنو هما المتمنيات ديالو، شنو هما القيم ديالو، كيفاش هو كيشوف الحياه، كيفاش هو كيشوف الامور بصفه عامه، و لا بريسيون سوسيال، الاكراهات اللي جايين من المجتمع ديال كيفاش الواحد خصو يكون، اش خصو يدار، اش ما خصوش يدار. ما كنهضروش بيان سور على القوانين، لانه القوانين هي في اخر المطاف هي كتنظم العلاقات، هي اللي كتنظم المجتمع بصفه عامه بواحد الطريقه اللي هي واضحه، قانوني او غير قانوني. ولكن ملي كنهضروا على هذوك لي سوبتيليتي اللي كاينين في المجتمع ديال كيفاش، وحتى نقول لك حتى في المجتمع اشنا هي المكانه اللي كنعطيو الحكم ديال المجموعات، الاحكام ديال المجموعات. ملي كنهضروا على الاحكام ديال المجموعات مثلا، باش نعطي زعما على سبيل المثال كيفاش انا كشخص شنو هي الاهميه ديال كيفاش كتشوفني عائلتي، شنو هي الاهميه ديال كيفاش كيشوفوني الزملاء ديالي، شنو هي الاهميه ديال كيفاش كيشوفوني البرانيين الى اخره. وهنا كنظن بان حكم صادر من المجتمع ملي شي واحد كيحاول يخرج من هذيك الهيمنه ديال الحكم ديال المجموعات، انه كنقولوا بانه راه ذاتي، بانه الي بلوتو انديفيدواليست، بانه كيخرج. وهنا كنظن بانه كاينين عوامل اخرى اللي كتدخل بعين الاعتبار، لانه
بون المجتمع ديالنا المغربي كنظن في التشكيله ديالو حاليا ماشي هو المجتمع ديال هذه 30 ولا 40 عام، ماشي هو المجتمع ديال هذه 50 ولا 60 عام. شنو تغير فيه ارتباطا بهذه المساله ديال الصحه؟ انا كنظن اول حاجه اللي زعما كثير الانتباه ديالي هو المفهوم ديال العائله. هذا تغير بزاف خلال هاد 50 عام الاخرى، بحكم انه كنظن زعما الناس اللي عندهم 40 عام ولا 50 عام والفوق راهم كيتذكروا بدون شك على عائلات اللي كل شيء كان مجموع مع الجد، لا فري سوسيتي باترياركال، ولو لي زونفون كيكونوا زعما في واحد السن كبار وهذا وخدامين وعندهم الحمد لله زعما سي با ان امبيراتيف ايكونوميك، ماشي ضروري، ماشي شي حاجه اللي اختيارهم كيبقاو مجموعين، كيبقاو مجموعين وكيبقاو في واحد الحياه اللي هي اون في كوميونيتير اللي كاينه في العائله. مع الاسف او فما نقدرش نعطي واحد الحكم، ولكن الامور تطورات بحكم غادي نقول لك الحياه العصريه كيفاش تطورات وكيفاش العمل عنده واحد دابا ولات عنده واحد المكانه اللي هي مهمه بزاف، والواحد كيقلب على العمل مثلا فين ما كان، دونك كيضطر انه يبدل المدينه، انه يبدل البلاد، بزاف ديال الامور، دونك تشتات شي شويه هاد العائله. كنظنش ان هاد الاكراهات زعما بزاف خارجيه، ما عرفتش، حيت بعض المرات كتلقى كاينه الامكانيه ديال انه في نفس المدينه ولا في نفس البلاصه، ومع ذلك ولات هذيك الطابع ديال الانغلاق على الذات فرض نفسه. يعني ماشي بالضروره كتكون اكراهات خارجيه هي اللي كتخليه يبدل البلاصه، ولا اكراهات اقتصاديه بمحض ارادته كيفضل انه ياخذ مسافه. وي ماشي فقط عوامل اقتصاديه، كاينين عده عوامل، وحتى ليفولوسيون ديال لي مونتاليتي، انه الواحد ولات عنده واحد الرغبه انه يحقق ذاته كشخص كفرد. كنظن هذا واحد العامل اللي تزاد مع السنوات، غالبا لعده اسباب سوسيولوجيكيه اللي خصها تحل. بون انا جو سوي با اكسبير ان سوسيولوجي، ولكن سي فري كو هذا لو بارامتر ديال الانديفيدواليزم راه غادي وكيتزاد. كاينين الايجابيات وكاينين السلبيات، ما كاينش شي حاجه اللي عندها الايجابيات او عندها غير السلبيات. اي بعدا بحكم هذا التطور، وباش نرجعوا لهذيك المساله ديال اللي كنا كنهضروا عليها ديال لو تروبل انكسيتي سوسيال، كنلقاو بانه كاينين اصطدامات بتاتخ بين الاجيال. من الناحيه النفسانيه دماغنا هو العضو اللي كيخلي اننا من الناحيه الذهنيه غادي نتكيفوا مع اشنو اللي واقع، اون فا سادابتي. سي ان اورغان دادابتاسيون، سي ان اورغان دو ريلاسيون، كيفاش كنتعاملوا مع الامور. اي اكراه، وهنا غادي نهضروا على الستريس، اي اكراه خارجي ماشي ولا بدا شي حاجه اللي سلبيه ولا اللي قدحيه، ولكن اون كونترانت كيشكل واحد لو ستريس واللي خصنا نتعاملوا معاه ونجاوبوا معاه. هاد لوبيراسيون كتخلي دماغنا انه كيدير واحد مجهود بيولوجيكي اللي غادي يبان من الناحيه العقليه واللي غادي يبان من الناحيه النفسيه. هذا المجهود الا كنا في واحد مجتمع اللي عنده مثلا بوتيتر شي حوايج اللي تقدر تكون متناقضه على حسب المجموعات اللي غادي نكونوا فيهم، اللي متناقضه، لي زانجونكسيون بارادوكسال. بون باش نحاول نعطيك واحد المثال، هو ملي الواحد في العمل غادي نقولوا الواحد مثلا، وي انا كنعول عليك، بغيتك تكون تنمي شويه الاستقلاليه ديالك وتخدم وهذا والى اخره ودير الامور بوحدك، ومن بعد يومين غادي نجي نقول له ولا مع من تشاورتي. هادو هما التناقضات. هذا راه مثال اللي هو بسيط في نفس لو جروب، راه في العمل نفس الشخص، ولكن مثلا نقدروا نتخيلوا بانه في العمل نقولوا لواحد انت الاستقلاليه ديالك بغيتك تنميها الى اخره، ومن بعد ملي كيرجع المحيط مثلا العائلي ديالو، لا هذيك الاستقلاليه شي حاجه اللي ممنوعه واللي كنطلبوا منه انه يتشاور. دونك بحال قلتي كيخدم على ديفيرون نيفو بواحد لي ريغل كي سون ان بو ديفيرونت. دابا هاد الاكراهات اللي قلتي لي انا كنسمع لك وكنقول كيف قلتي هي اكراهات طبيعيه ديال الحياه كنتحطوا فيها بشكل مستمر تماما. انا السؤال اللي عندي هو امتى هاد الاكراهات كتكون عاديه طبيعيه،
وامتى كتولي مؤشر على وجود اضطراب؟ الوغ هاد الاكراهات راه طبيعيه. انا كنت كنعطي المثال باش نفسر بانه الدماغ ديالنا راه دائما في تفاعل مع الامور وكيتجاوب مع الاكراهات، دونك يسادابت. وهنا راه واحد المجهود اللي كنبذلو، هذا المجهود اللي كنبذلو عنده واحد الكلفه، بحال جو سي با ان موسكل ملي كنكثروا عليه راه كنقدروا نتقصحوا، كنقدروا نصابوا بون ديشيغور الى اخره. هاد الاكراهات ولو راها عاديه وراه كنعرفوها كاملين، هي اللي كتزيد تشكل واحد الهشاشه اكبر اننا نتصابوا امراض عقليه كالاكتئاب، كلي تروبل انكسيو، انه نطيحوا في مشاكل ديال الادمان، او انه تكون اون غوشوت، تكون انتكاسه ديال مرض ثنائي القطب الى اخره. دونك تو سا بور دير بانه على حسب الاكراهات بصفه عامه الخارجيه وبعض المرات حتى الداخليه هما اللي كنسميوهم لو ستريس، وراه كيقدروا يبانوا فينا بسهوله اكثر او باحتمال اكثر اضطرابات نفسيه. ملي كنهضروا على لو ستريس، بغيت ناكد لو ستريس في الطب ما كيتعرفش بهذاك كما كنقولوا ليه حنايا في العاميه ديال انه ملي كنقولوا معاك كيقول لك راني مستريسي، بمعنى شنو هي ستريسي؟ بمعنى كاين بزاف الاكراهات بالاخص من الناحيه المهنيه، هذه اللي كاين في الذهن ديالنا. لا، لو ستريس من الناحيه الطبيه كيقول لك سي اون رياكسيون فيزيولوجيك، دونك واحد رد فعل اللي هو طبيعي لجميع الاكراهات الخارجيه والداخليه. ملي كنقولوا الاكراهات اننا دايرين الريفاي في الصباح باش نفيقوا في الساعه الفلانيه، راه اكراه. انه خصنا نبداو مثلا العمل في الساعه الفلانيه، راه اكراه. انه عندنا دي زوبليغاسيون مثلا فاميليال، الناس اللي عندهم وليدات ولا هذا، ولا مع العائله مع الوالدين الى اخره، ولو بالفرحه وبكل شيء، راه اكراه. هاد الاكراهات اللي مرتبطه بالعوامل الاجتماعيه ولا العوامل الذاتيه عند الشخص وهذا، واللي قلنا ان في بزاف الحالات كتقدر تكون بعض المرات مرتبطه بالطبيعه ديال الحياه، ولكن في مرات اخرى كتكون مؤشر على وجود اضطراب نفسي. امتى الشخص يقول هادشي اللي كنحس به انا راه ماشي مرتبط بالاكراهات العاديه ديال الحياه، وانما مؤشر على وجود مرض ربما وخاص تدخل ديال المتخصص؟ هو اللي كيعطي واحد المعلومه اللي هي مهمه ديال انه خصنا ولا بدا نمشيو نشوفوا الطبيب. هي اولا كاين واحد العامل زمني، لانه ملي كنهضروا على غير واحد الاضطراب اللي هو تري سوكسان دون لو طون، نهار يومين ولا 3 ايام ديال واحد الاحساس مثلا بالحزن وهذا والانعزال الى اخره، ما غاديش نقولوا بانه ولا بدا راه اضطراب، ولكن شي حاجه اللي كدوم على بضعه اسابيع او بضعه اشهر. هنا اولا هذا المؤشر الاول. المؤشر الثاني واللي اهم واللي الواحد كيحس به في الاغلبيه ديال الاحيان هي المعاناه في اي ميدان من الحياه، سواء معاناه اللي هي ملموسه في الحياه العائليه، في الحياه الشخصيه او العاطفيه، في الحياه المهنيه، في الحياه المدرسيه. بمعنى انه الشخص كيحس بانه كيعاني وكيقاسي، نقولوها بالدارجه، كيقاسي من داكشي اللي كان مولف انه يتعامل معاه بكل سلاسه، انه ما كانش كاع كيحس بانه كيبذل واحد المجهود، ولا كيلقى راسو كيحس بانه كيبذل المجهود. واخا في حاله ما دابا شي شخص معين حس ان عنده هاد الصعوبات هذه ولات كتشكل بالنسبه ليه معاناه، وهاد المعاناه استمرت لمده طويله، وبغى ياخذ الخطوه ديال انه يشوف متخصص، كيفاش يختار المتخصص المناسب للاضطراب ولا الاعراض؟ لانه باقي كندوي على اعراض الاضطراب، المتخصص اللي غيناسب الحاله ديالو. انا بالنسبه لي الاخصائي الاول، غادي نقولها مي بون ميم طون راني جو سوي بسيكياتر، مي الاخصائي الاول هو لو بسيكياتر. على مع العلم انه الصوره النمطيه ديال البسيكياتر، وسمحي لي نقولها بالدارجه، اون جينيرال الناس انا كنسمعها كيقول لك لا بسيكياتر طبيب الحماق. هذه مازال هاد القضيه
بيان انا سور نرجع نقول لك دابا مع بيان هاد سور الضجيج اللي كاين في مواقع التواصل الاجتماعي وكلشي كيهضر على الصحه النفسيه والاطباء كيطلعوا في لي لايف ولي ريل وما نعرف شنو كلشي كيدوي، باقي المغاربه ولا باقي عندنا هاد الفكره ديال ان الطبيب النفساني هو الطبيب الحماق؟ كنظن نقصات ولكن مازال كاينه وكاينين peut-être qu'on y reviendra plus tard كاينين plusieurs stigmas اللي كيخليو انه الواحد كيخاف من انه يمشي يطرح حالته عند ان بسيكياتر وبوتيتر غادي ياخذ شي دوايات ولا هذا حتى هو واحد ان اوتر ستيغما. باش نرجع للسؤال ديال علاش كنقول خص الواحد يمشي يشوف ان بسيكياتر، لانه خص يكون بعدا واحد التشخيص. خص اللقاء الاول خصو يكون ديال التشخيص اشنو اللي واقع، واش كاين اضطراب، اين نوع، شنو هي الحده او الصعوبه ديالو، اشنو هما الامكانيات ديال العلاج على حسب الطبيعه ديال الاضطراب او الطبيعه ديال المرض. وهاد ديك ساعات يقدر يكون واحد التوجيه مثلا دي بسيكولوج معالجين نفسانيين دي بسيكوثيرابيوت، او انه نكونوا في اون بريز ان شارج ميديكال بور، الله يحفظ لا قدر الله حاله خص ولا بدا استشفاء الى اخره، او خاص علاج بالادويه. وهنا علاش قلت لك بالنسبه لي خص ان بسيكياتر، حيت بحكم انه كاينين عده صور نمطيه اللي كتقدر تخوف الناس. كاين بعض الامراض اللي هي صعيبه كمثلا الفصام، اللي الواحد كيكون في حاله ديال هلوسه وهذيان وكيمشي يشوف ان بسيكولوج. كيقدر يكون واحد تتبع او واحد الحصاص ديال الهضره، ولكن ما يمكنش نقولوا بانها علاج نفسي، لانه كنعرفوا بانه كاينين امراض في التخصص ديالنا اللي الاعتماد على الدواء راه 99.9%. نوقف عند هاد النقطه هذه. امتى كيكون خاص الدواء وامتى كيكون ممكن العلاج غير بالحصاص ولا بلا بسيكوثيرابي مثلا؟ في الحالات الصعبه جدا، ملي كنهضروا على حاله ديال الاكتئاب avec ce qu'on appelle des critères de gravité، مثلا الواحد ما بقاش كياكل، ضعف، طيح 10 كيلو، ما بقاش كينعس، او الله يحفظ كاين افكار انتحاريه. ملي كنهضروا على امراض بحال لي زاكسيمانياك، الهوس، في مرض ثنائي القطب ديال الواحد ما بقاش كينعس، ما بقاش كياكل، كي يقدر يكون معصب بلا قياس، يقدر يكون عدواني، يقدر هو يطرح راسو على الخطر بحكم كتكون سكون ابل لا ديزينيبيسيون، هو انه الواحد ما كيبقاش عنده هذوك الفرامل الذهنيه ديال اننا ما نتخطاوش او ما نتزوجوش شي حدود الى اخره. هنا مثلا اوسي راه خص ولا بدا العلاج بالادويه في مرض الفصام. اللي غير باش غابيدمون نعاود نذكر، اللي هو مرض اللي هو غير نادر، راه تقريبا كيهم 1% في القاطنه ديال البلدان كاملين فين ما مشينا. 1% راه ماشي شي حاجه اللي هي نادره، واللي هو مرض اللي كيتجلى او اللي كيتميز انه الواحد ما كيبقاش نهائيا كيدرك المحيط ديالو بواقعيه وبموضوعيه. الواحد كيبدا يتهيئ ليه شي حوايج، كيبدا كما كنقولوا بالدارجه كيتنوى، اي بمعنى انه كيحلل وكيستنتج بان كاين بزاف ديال الامور اللي هي ضده، كيحس بانه مضطهد الى اخره. هادو مثلا على سبيل المثال ماشي غير هما، ولكن الخطوره ديال هاد الحالات هي اللي كتخلي انه كما قلت لك 100% خاص علاج بالادويه. وهنا كاين واحد لا كونفوزيون اللي بزاف ديال الناس ملي كيطرحوا راسهم على الطبيب، وهادشي بوتيتر اللي كيخليهم انهم في الاول ما كيطرحوش راسهم على الطبيب، كيتخيلوا بانه جميع الامراض راه اختيار، يا اما نتعالجوا بالادويه يا اما غادي نتعالجوا بحصص ديال العلاج النفسي. الحصص ديال العلاج النفسي لي بسيكوثيرابي، الوغ كاينين بزاف ديال الانواع، كاين 150 200 نوع ديال لي بسيكوثيرابي ديفيرونت.
راه بحال قلتي واحد الدواء اكس نقدروا نستعملوه في هذه الحاله وفي هذه الحاله وفي هذه الحاله اون ابسونس دو كونتر انديكاسيون. ديك الساعات مثلا ملي كنهضروا على الحصص ديال العلاج المعرفي السلوكي تي سي سي او سي بي تي بالانجليزيه، هنا كنقدروا نستعملوها في حالات ديال لي تروبل انكسيو، في حالات ديال القلق الاجتماعي، في بور لا جيستيون ديال الادمان، بور سيغتان تيب دو تروبل دو لا بيرسوناليتي ملي كيكون واحد التفاعل مع المواقف اللي كيكون فيه زعما واحد الاحاسيس اللي شويه كثيره وشويه مجهده واللي كتخلي انه الشخص كيحس بواحد النوع ديال المعاناه، كنقدروا نستعملوه بحال على سبيل المثال. ولكن الدواء غادي نقول لك راه واحد الحظ زايد اننا نتعالجوا حسن، حيت بزاف الناس كيشوفوا بان الدواء بحال قلتي سي اون بونيسيون، بانه الا خدا الدواء بالعكس غادا تدهور الحاله ديالو، بان غادا تراجع الحاله ديالو، بان ما غيبقاش يتفاعل مع الامور. مازال كاين هذيك الصوره ديال انه الدواء راه غير كينعس، غير كيرخي، غير كينسي. لا، مثلا في الاكتئاب شنو الدور ديال الدواء؟ الوغ الاكتئاب كاين بزاف الانواع ديال الاكتئاب، حيت حتى مثلا نقدروا يكون عندنا واحد السيد عنده تشخيص ديال الاكتئاب، راه كينعس بزاف وكياكل بزاف وما كي ومعصب، خاطرو ماشي هي هذيك، وما بقاش كيمشي للخدمه الى اخره. كما واحد الشخص واحد اخر اللي مثلا ما بقاش كينعس، ما بقاش كياكل وها كيبكي وكاين اضطرابات اخرى، حتى هو راه اكتئاب. دونك كاينين بعدا درجات في الاكتئاب، كاينين درجات او كاينين انواع ديال الاكتئاب. هذه غير باش نخليوها في الذهن ديالنا. وهنا فين رابيدمون نقول لك بان هذوك بوتيت هذوك لي فينيات اللي كيبانوا في لي ميديا سوسيو ديال ها الاكتئاب في هذه وهذه 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 ما كتبينش تماما الواقع، ولكن كتعطينا واحد النظره من جهه. بعض كدينا لواحد الفو دياغنوستيك، واحد مع راسو كيدير واحد التشخيص اكزاكتومون. دونك الاكتئاب هو من الناحيه البيولوجيكيه النيوروبيولوجيكيه واحد الخلل في التشغيل ديال واحد السلسله ديال الخلايا ديال لي نورون اللي في اخر المطاف كيتجلى في شي حوايج اللي هي ما يمكنش لنا نتحكموا فيها. مثلا هو انه كيولي انعدام الاحساس بالمتعه. شنو هو انعدام الاحساس بالمتعه؟ هو انا كشخص زعما بلا فولونتي ديالي غادي نمشي ندير داكشي اللي عاده كيعجبني وكيمتعني، غادي نمشي نديرو عاده. غادي نمشي نديرو لنفترض ان مازال عندي شويه ديال القوه الذهنيه باش نمشي نديرو، غادي نديرو ما نحس بوالو، ما نحس بوالو. وكاع كاينين افكار اخرى اللي كتولد انه كنطرح راسي على مواقف اللي هي جميله، اللي هي ماشي ولا بدا بهذاك المفهوم ديال المتعه، ولكن نقولوا اللي كتفرح، ديال نتلاقى مع العائله، هذا نجلس في واحد المجمع فيه شويه ديال الضحك الى اخره، يبقى المزاج ديالي طايح. ماشي انا اللي كنتحكم فيه، ولكن هذوك الاحاسيس السلبيه، الحزن مثلا، او بعض المرات ما يقدر ما يكونش نهائيا الحزن، ولكن كيكون بحال واحد النوع ديال برود، ماشي انا اللي كنتحكم فيه، راه الدماغ هو اللي كينتج بحال هاد الامور. ملي كنهضروا مثلا على الاستمراريه ديال النوم، هذه واحد الامر اللي كنلاحظوه بزاف في لا ديبرسيون ديال اوكي راه كنقرر انني نمشي ندخل فراشي ونعس، نقدر نفيق مع 3 الصباح، راه ماشي انا اللي قررت، ما درتش الريفاي باش نفيق مع 3. هذه غير باش نبين بانه حتى الاكتئاب اللي في الصوره النمطيه الاجتماعيه بانه لا راه انت ما بغيتيش، ما درتيش، ما اجتهدتيش بما فيه الكفايه الى اخره، لا راه كاينين بزاف ديال الامور قوى منك، ما اوتوماتيك، سي دي فونكسيون اوتوماتيك ديال لو مونتال ديالنا. حنا كنحتاجوا الدواء الا فهمت. وي هنا كنحتاجوا الدواء. الوغ بالاخص ملي كتكون حالات اللي هي خطيره اللي كتهدد بالحياه ديال الشخص، سواء من الناحيه ديال الصحه البدنيه، كنت كندوي على انعدام الشهيه، راه كاينين حالات اللي الواحد كيطيح 15 كيلو في شهرين 3 شهور،
واللي ديك ساعات كيقدروا يكونوا دي كومبليكاسيون سور لو بلان نوتريسيونيل لي كارونس الى اخره اللي كتقدر تخلي انه لا خصنا نكونوا مجهدين اكثر. ملي كيكون مثلا اكتئاب اللي هو شويه خفيف موديري ليجي ا موديري كاينين دي سكور مي كونكريتمون شناهي معناه الواحد راه مازال كيقدر يمشي لخدمته مازال كيقدر يؤدي الواجبات ديالو راه حاضر مع عائلته هذا الى اخره تقريبا لو نيفو لو فونكسيونمون ديالو راه مازال كاين ولكن كاينه المعاناه هنا وي مثلا كاينين وهذا هو الهدف ديال الحصص ديال العلاج النفسي هو انه نشوفوا شنو هما السلوكات اللي نقدروا نحاولوا نشجعوا واللي معروفه انها غادا تعطي واحد النتيجه ايجابيه من ناحيه ديال الذهن ديال الشخص من ناحيه ديال الصحه العقليه ديال الشخص. على سبيل المثال ملي كتكون من ديبرسيون ليجير انه الواحد نوصلوه انه يبدا يدير واحد المجهود بدني يومي ديال اكثر من 30 دقيقه انه يفيق كل نهار ولو عنده اضطرابات ديال النوم في نفس الساعه انه يطرح راسه على الشمس في الصباح دايره نقطه مهمه يطرح راسه على الشمس في الصباح يوميا انه يتفادى شي حوايج الى اخره كيقدروا هاد لي بتيت انترفونسيون يعطيو واحد التحسن ديال الحاله ديال الاكتئاب ماشي عند الناس كاملين وحتى الادويه ما كاين حتى دواء اللي فعال عند الناس كاملين في الطب بصفه عامه دونك الحالات الصعبه كتطلب والبدا التدخل ديال الطبيب بالاخص اللي كتهدد الصحه ديال الشخص. الحالات اللي ما كايناش فيها واحد المعاناه قصوى وما فيهاش واحد لو ديسفونكسيونمون اللي هو زعما مجهد وباين واللي كيخلق صعوبات كيهدد الحياه ديال الشخص كنقدروا نمشيو ليها فقط بحصص ديال العلاج النفسي مع العلم انه احسن نتائج كتكون ملي كونطون اسوسي لي دو. انا قرات واحد الدراسه وصحح لي هذه المعلومه اللي عندي واش صحيحه ولا لا هو انه لو ريسك ديال لا غوشوت من بعد كيكون اقل ملي كتكون الدواء مع لا ثيرابي. وي ابسولومون على حسب بيان سور الامراض ولكن بصفه عامه الا شفنا الدواء بوحدو والدواء الى بسيكوثيرابي الدواء الى بسيكوثيرابي عندها نتائج احسن من الدواء بوحدو حتى في الامراض الصعبه اللي كنا كنهضروا على الفصام الى اخره لانه كما قلت لك كاينين عده انواع واحد الجزء مهم مثلا في مرض الفصام ديال العلاج النفسي او ديال لا بريز ان شارج بسيكولوجيك لانه ماشي ولا بدا علاج نفسي كتسمى لا بسيكو ادوكاسيون هو التربيه على الصحه النفسيه حيت كنعرفوا بان كاين واحد الاضطراب كجميع الاضطرابات كاينين شي حوايج اللي الواحد خصو يتفادى اللي خصو فريمون يحافظ عليهم مثلا الاستمراريه ديال النوم لو ريتم ديال لورلوج بيولوجيك انه يتفادى المخدرات هذا انه يمارس الرياضه هادو امور اللي خصنا ندخلوا فيهم واللي كان خلال الحصص ديال سكون ابل لا بسيكو ادوكاسيون كان اون سونسيبيليز لا بيرسون الاهميه ديال هادشي ولكن ملي كيكون بعدا واحد الاستقرار بمعنى انه من الناحيه الطبيه ولا بانه من الناحيه الطبيه هذيك الحاله الحاده صافي الحمد لله دوات وكنمشيو في علاج اللي الهدف ديالو انه بحال قلتي وقايه من الانتكاسه اكثر من ما هو علاج ديال الانتكاسه. وإلا ملي كنتي كتهضر على العلاج بالحصص ولا بسيكوثيرابي بحال نخصيه في انه علاج كيهم اننا كنوضعوا ولا كنولفوا الشخص على سلوكات جديده. قلتي مثلا لا مارش وقلتي شي اشياء بحال هكا في حين انه بعض المدارس في العلاج النفسي كتمشي لربما ما هو ابعد كتمشي مثلا داك المساله ديال اننا كنرجعوا شويه نوقفوا عند القصه ديال الحياه ديال الشخص كنفهموا الاحداث الصعيبه ربما اللي داز منها ولا المهم الاحداث المؤثره في الحياه ديالو. واش هذا الرجوع شويه للور واننا نرجعوا عند القصه ديال كل واحد فينا واش ضروري اننا نفهموها باش نقدروا نشخصوا ونعالجوا الاضطرابات ولا ماشي ديما؟ الوغ ماشي ضروري
انا شخصيا كنظن انه مستحب، لانه ولو كمعالج سلوكي معرفي اللي كنشوفو عاده سي سا لا تي سي سي، كنشوفو شنو اللي كاين في الحاضر اكثر من ما شنو اللي كان في الماضي. أنا شخصيا انا عارف بان هادشي اللي كاين في الحاضر وكيفاش غادي نحلل الموقف اللي كيتطرح دابا راه مبني على الماضي ديالي كامل. الماضي ماشي غير اشنو طرا، ولكن اشنو فهمت من داكشي اللي طرا وكيفاش كندخلو في القصه الشخصيه ديالي، اللي كيفاش بنيت الشخصيه ديالي. هادي زعما راه امر اللي هو معترف به. غير الاشكال اللي مطروح هو ملي كنهضروا على هاد لي ثيرابي اللي كنرجعوا لو باسي، الاغلبيه ديال الاحيان راهم دي ثيرابي اللي كيدوموا سنوات، اللي هي من ناحيه ديال الكلفه مكلفه، اللي ماشي في المتناول ديال اي واحد من غير الجانب المادي، ولكن من الجانب ديال المناعه النفسيه. واش قادر ترجع لداك الشيء؟ شنو هي الرغبه بعدا ديال الشخص، انه واش مهمه الرغبه انه يكون راغب في انه يرجع لهاد الاحداث هذه، ولا خصنا نصدموه بها ونواجهوه بها؟ انا متيقن بانه ما يمكنش لينا نمشيو في علاج نفسي مع شي واحد اللي ما راغبش يمشي فيه، كما كان النوع ديال العلاج النفسي. وهذا امر كيتحط بزاف مع العائلات ديال لي باسيون، ولا بعض المرات ميم لي باسيون كيقول لك لا راه خصو ولا بدا ملي كيهضروا على ولدهم على بنتهم ولا على خوهم، لا راه خصو ولا بدا حصص ديال العلاج. وملي كنهضروا مع الشخص كنشوفوه واش هو زعما باغي يمشي في هذا العمل، واش كيحس بانه قادر يمشي في هذا العمل، لانه لا بسيكوثيرابي راه عمل ذهني، سي با د لا ريلاكساسيون، سي با الواحد ملي كيخرج من الحصه ديال العلاج النفسي ما كيخرجش مرتاح، كيخرج مهموم، كيخرج كيبكي، كيخرج مخلوع، لانه راه كنطرقوا لشي امور اللي هو ربما كان كيهرب منها تماما. دونك وهنا حتى دار واحد لا كونفوزيون، الناس كيسحب لهم بان الحصه ديال العلاج النفسي غادي نخرج مرتاح، كما كيقولوا خويت القفه ديالي. وي بعض المرات، ولكن في الاغلبيه ديال الاحيان راه عمل اللي كنواجهوا فيه الماضي ديالنا، اللي كنواجهوا فيه الخوف ديالنا، اللي كنواجهوا فيه لي كونسيبسيون ديالنا ديال كيفاش كنشوف الحياه، وكيفاش كنفهم اش واقع، وكيفاش ريمي اون كيسيون. ابسوليومون. دونك داكشي علاش الحصص او لي بسيكوثيرابي انا بالنسبه لي ما يمكن لها تكون غير مبادره شخصيه من طرف المعني بالامر. غناخذ هاد العباره ديال انها خصها تكون مبادره شخصيه، وغنقول لك شنو خصنا نزيدوا على هاد الرغبه الشخصيه باش الرحله ديال العلاج تنجح، باش شخص حس انه عنده اضطرابات بانت ليه انها مستمره وانها كتسبب ليه معاناه، مشى شاف متخصص، بدينا رحله العلاج. شنو خاص يتوفر في هاد الرحله باش نقدروا نوصلوا لنتائج، باش هذاك الشخص جوستومون هذاك الشيء اللي كان الصعوبات اللي كان كيحس بها وديك المعاناه اللي كان كيحس بها تبدا كتنقص؟ هو اولا خاص تكون النوعيه ديال لا بسيكوثيرابي او الاسس ديال العمل تكون مناسبه للشخص هذا من جهه، حيت كما قلت لك كاين عده انواع ديال لي ثيرابي. حاجه ثانيه كتسمى لا ريلاسيون ثيرابوتيك، بمعنى بين هذاك المعالج والشخص المعالج واش الكورون غيدوز. خص تكون واحد النوعيه ديال علاقه اللي هي مهنيه، لانه نقدروا نتخيلوا بان زعما الا كانت علاقه ديال صداقه غادي تكون حسن، لا با دو تو، خلاص اتصل سلبا تماما. كاينه واحد المسافه اللي خصها كتكون واحد العلاقه مهنيه، ولكن اللي كتخلي انه هذاك الشخص اللي كيدير العلاج النفسي او المعالج راه كيحس بانه في امان، كيحس بانه ما كيتحكمش عليه، ما كيتشافش فيه واحد النظره ما عرفت كي دايره، بانه محترم كما كان داكشي اللي كيقول. كاينين كنت غادي نقول لك واحد لي زانغريديون تري امبورطون في هاد لا ريلاسيون ثيرابوتيك، سينون دو توت لي فاسون العلاج النفسي ما كيستمرش. ملي كيكونوا شي هفوات
في هذه الامور اللي كيديفينيس سكون ابل اون بون ريلاسيون ثيرابوتيك، الواحد ما كيكملش، ما كيستافدش، وكيتراجع، وبعض المرات كيقدر تبقى عنده هذيك انطباع اللي كون كيولي يحكم على العلاج كله. هو كيهرب من العلاج، ولو كيحس بانه محتاج، ولو هو التجربه الاولى كتبقى حاكمه على وي كجميع التجارب الاولى في الحياه. ديما التجارب الاولى في الحياه كتبقى مؤثره. كنظن بانها زعما بكل صراحه كنظن بانه كاع داكشي اللي كنعيشو في الحياه قلتها كيبصمنا، كيخلي واحد البصمه. وملي كتكون تجربه اولى في الحياه كتبقى مؤثره، حتى كتكون تجربه ثانيه وثالثه ورابعه، وكنعاودوا نقادوا شي شويه لا كونسيبسيون ديالنا كيفاش عشنا هذيك التجربه الاولى، كنبنيو واحد ريفيرونس واسعه شويه تماما. ولكن ما حد كاينه غير هذيك التجربه الاولى كتبقى هي القاعده. واحد السؤال كان في بالي وما بغيتش التسلسل ديال الحوار نستيني فيه ودوينا عليه قبيله انا وياك في الاوف، هو ملي كتكون بعض المرات بعض الاعراض اللي هي عضويه، فلو باسيون من ربما كيفكر انه يقدر يكون الطبيب المناسب لديك الاعراض هو الطبيب ديال الاعصاب، هو النورولوج، كيمشي يشوف النورولوج. في بعض الحالات كيدير الطبيب التشخيص ديالو مثلا دياغام ولا اشعه اللي خصها تدار، كيلقى انه ما كاينش شي حاجه. بعض الاطباء كيشخص الامر على انه ستريس مثلا، كيعطي بعض الادويه، وبعض المرات كتكون دي زونكسيوليتيك. شنو رايك انت كطبيب نفساني في هذه المساله؟ انا كنشكرك على هذا السؤال، لانه انا عطيتي واحد ما كاين والو، الطبيب كيقول ما كاين والو. هذا راه واحد الاشكال كبير بزاف، لانه مثلا على سبيل المثال كاين الناس اللي كيديروا سكون ابل دي كريز دونغواس ولا دي زاتاك دو بانيك. شنو هي الميزه ديالها؟ هو انه واحد كيحس بان كيتزير عليه صدرو، بانه كاين واحد الاختناق، ما كيبقاش يتنفس مزيان ايتترا، وكيحس بان واحد الحاله اللي هي صعبه واللي كتهدد بالحياه ديالو. بالتالي كيمشي للمستعجلات، غادي يشوفوا الطبيب مثلا ديال القلب او ديال الرئتين هذا الى اخره، غادي نديروا له الفحوصات ديالو كاملين. وهنا كنرتكب واحد الغلط بعدا، كنقولوا له ما عندك والو، ما عندك والو. والشخص راه حس بداك الشيء اللي حس به، وكان واحد القلق حاد، واحد الخوف حاد من اشنو اللي واقع، وكيمشي يطرح راسو عند الطبيب وكيقول لي ما عندك والو. دونك هنا كيكون واحد النفي ديال راك ما حسيتي بوالو. هو هكا ديال واحد المعاناه هو حاسها، هو هكا كيفهم الواحد، كيفهم بان الطبيب كيقول لي بانني ما حسيت بوالو. ولا ملي كيكون في هذاك القلق وفي هذيك لا ديتريس كيقول هو ما عرفوش يشخصوا الحاله ديالي. هنا كندخلوا في كيبقى يدور من طبيب لطبيب واحد شبوقات اخرى. ولكن اللي بغيت علاش عطيت هذا المثال هو انه هذاك ما عندك والو خصنا نحيدوها، لانه نقدروا نقولوا ما كاين حتى شي حاجه عضويه في القلب وفي الريه. هذه هضره سير ما عندك والو، كنخليو الواحد غادي يبقى تالف بمعنى الكلمه. شوف الطبيب الاول الثاني الثالث الرابع وديما كيقولوا ليه ما كاين والو، وكيتعمق في هذيك الازمه النفسيه اللي غالبا هذيك لاطاك دو بانيك راه ما بين الاعراض ديالها او ما بين العلامات ديالها. اي ملي كنبسطو كنقولوا راه غير لو ستريس، راه كاينين بزاف ديال الامراض النفسيه اللي كتقدر تجلب دي كريز دونغواس. تقدر يكون اكتئاب، يقدر يكون دي تروبل ان تروبل انكسيتي جينيراليزي، كيقدر يكونوا امراض صعيبه اكثر بحال الفصام اللي كيتجلب واحد الخوف اكثر. اي دونك اننا نبسطو ونقولوا راه غير لو ستريس، بعض المرات سي اون بيرت دو شانس بور لو باسيون. بمعنى غادي نعطيوه قلتي لي زونكسيوليتيك. شنو هما لي زونكسيوليتيك؟ هما الادويه اللي كتنقص من الخوف بطريقه كيماويه، و اللي كتخلي انه الواحد كيلقى واحد الراحه ايميدياتمون، ولكن ماشي علاج. اي بمفهوم بحال الدواء ديال الالام كيهدئ الالم، ولكن المصدر ديالو راه كيبقى، ولكن ما كيعالجش السبب. وفين كاين واحد المشكل بهذا الصنف ديال الادويه اللي عطيتي لي زونكسيوليتيك، هو انه نقدروا نعتبروهم مخدرات، واكيد انه كنقدروا ندخلوا في واحد لا ديبوندونس، بمعنى انه كناخذوهم
بدون درايه، ولكن بشويه بشويه الجسم ديالنا كيتعود عليهم، وبالتالي غير ما كناخذوهمش كيكونوا اثر الانسحاب، هذا من جهه. ولكن حتى من الناحيه النفسيه اون سو كونديسيون انه ما يمكنش نكون مزيان الا ما كنتش هازو معايا مثلا في جيبي ولا في الصاك الا وقعت لي شي حاجه. اي دونك هنا كاينين تداعيات اخرى من الناحيه النفسيه، لانه ملي كنشوفوا باننا كنوليو ديبوندون دا ميديكامون، واحد لو بارامتر اللي هو الثقه في النفس كيبدا غادي ونازل غادي ونازل. وهذاك لو بارامتر كونفيونس ان سوا ولا الثقه في النفس هذا مهم جدا، بالاخص في الاضطرابات اللي كتبان بلانكسيتي اكسيسيف، لي تروبل انكسيو. الاغلبيه ديال لي تروبل انكسيو ملي كنجيو نشوفوا لي بارامتر دو بيرسوناليتي كنشوفوا بين الشخص عنده اون فابل كونفيونس ان سوا، اي بمعنى ما تيقش في الكفاءات ديالو انه يواجه مواقف اللي هي صعيبه او مواقف اللي خصو يتكيف معها بسرعه ويتعامل معها، كيولي كيعول على الدواء. هنا كندخلوا في واحد الدوامه، لانه ما حد كتنقص لا كونفيونس ان سوا، ما حد كيتزادوا هذوك لي كريز، كتولي الصعوبه ديال العلاج كيزيد يصعب. دونك هذوك المسكنات تقدر تكون بالاخص من الواحد كيكون كيعاني بزاف، تقدر تكون واحد الحل في واحد الظرف وجيز. ملي كنقول وجيز 2 3 4 الاسابيع اذا كثرنا، بين ما الواحد يطرح راسو على يطرح صحته حالته على اخصائي، وهذاك الاخصائي هو اللي غادي يقدر يعطيه واحد العلاج اللي كيناسبه اكثر، واللي ما غاديش يعتمد على ادويه اللي تقدر تعطيه نوع ديال الادمان. تفكرت واحد المساله قبيله على النجاح ديال التجربه ديال العلاج باش تكون ابوتي، وارتباطا مع هذه المساله ديال الدواء. اكيد غتكون كتعيش هذه القضيه في العياده عندك، انه بزاف ديال المرضى كيجي عندك كيقول لك مثلا انا حبست الدواء. شنو هي الاسباب اللي كتخلي شي واحد تشخص بمرض معين، بدا كياخذ الدواء، كتوصل لواحد المرحله كيقول لك انا ما بقيتش باغي ناخذ الدواء؟ بالنسبه لي الجواب سهل. هو علاش سهل؟ لانه اولا بوتيتر ما كنديروهاش بزاف، ولكن ما كنعطيوش المعلومات الكافيه للناس ملي كنعطيوهم الدواء. بمعنى شنو هو المفهوم ديال الدواء، شنو هي المده الاجماليه ديال الدواء اللي غادي خصنا نستعملو، مع العلم انه هذوك ملي كنهضروا على المده ديال العلاج راه كاينين دي جايد لاينز، بمعنى كاينين دي ريكومونداسيون ديال الخبراء في جميع البلدان اللي كيقول لك مثلا الاكتئاب عند شخص اللي اول مره غادي يعاني من اكتئاب ها شحال غادي نديرو؟ شحال تقريبا 6 شهور على الاقل. 6 شهور. ملي بعض المرات كنشوفوا الرحله كتستمر سنوات. ولكن جوستومون هذا الاكتئاب الاول عند شخص ملي نفس الشخص تعالج 6 شهور، من بعد واحد المده كيعاود يبان واحد الاكتئاب، مثلا واحد الحاله ديال الاكتئاب. هنا على حسب لي ريكومونداسيون غادي يكون الدواء بين عام وعامين. وملي كتكون انتكاسه ثالثه ديك الساعات كاين بزاف ديال الخبراء اللي كيقولوا بانه خصنا نفكروا في انه يبقى واحد القدر ديال الدواء على الدوام من ناحيه ديال لونتي ديبريسور. وهذا امر مهم، لانه ما غاديش نقول لك الاغلبيه، ولكن كاين واحد الجزء مهم ديال الاضطرابات اللي هي مزمنه، وهذه فكره اللي ما كايناش حتى في لي ميديا سوسيو. يقدر يكون مزمن؟ اكيد بيان سور الاكتئاب كيقدر يكون مزمن. وهذاك المبدا ديال ابتداء من الثالث كنبداو نفكروا انه الدواء يبقى بزاف. علاش؟ لانه ستاتيستيكمون كيبان بانه الناس اللي داروا مثلا ديجا 3 ديبرسيون عندهم احتمال كبير يديروا الرابعه الخامسه السادسه السابعه. في هذه الحاله واش ما يمكنش يكون البسيكوثيرابي ان سيبور يعاون اون ميم طون؟ حنا راه كنهضروا على لا بسيكوثيرابي بيان سور، هي راه كاينه ديجا. وي هذه سي لا ريغل. ملي كنهضروا على اكتئاب خاص اذا كانت بالاخص اذا كانت اون ديبرسيون سيفير خاص الدواء. انا جو لو دي جاسوم خاص الدواء، لانه الله يحفظ كيقدروا يكونوا دي كومبليكاسيون مورتيل او فري سونس دو تيرم. وخاص ولا بدا من بسيكوثيرابي اون ميم طون باش نحاولوا pour gérer les facteurs اللي كيخليو انه كتكون انتكاسه، و بوتيتر دي فاكتور دونتروتيان. مع العلم انه دائما ملي الواحد كيكون في حاله ديال الاكتئاب ملي كنجيو نجلسوا معاه راه دائما كتكون مواقف اللي شويه صعيبه اللي كترافقوا سنوات، وخصنا نخدموا عليها، والكيفيه ديال التعامل معها، كيفاش الواحد يقدر يخرج من هذوك الافكار النمطيه اللي كيرجع الذنب لراسو اللي هي تقدر تدخلنا في الدوامه ديال الاكتئاب الى اخره. غنرجع لواحد النقطه دوينا عليها في الاول،
وبغيت نزيد نوقف عندها واحد شويه، اللي هي العلاقات الاجتماعيه. واش نقدروا نعتبروا العلاقات الاجتماعيه ديالنا داخل الاسره داخل العمل مرآة للصحه النفسيه ديالنا؟ بيان سور. ما بين المؤشرات الاساسيه ديال الصحه النفسيه هي واش حنا مندمجين مع المجتمع اللي حنا فيه او المجتمعات اللي حنا فيها، لانه نقدروا نتخيلوا بان الزملاء ديالنا في العمل راه واحد المجتمع، والعائله راه واحد المجتمع الى اخره. ملي كنكون انا كشخص كنلاحظ بانني عندي صعوبه في المعامله مع الناس في الخدمه، مع الناس في العائله، على المستوى الشخصي او الفردي من الناحيه العاطفيه، مع البرانيين، مع هذا اكيد انني خصني نطرح على راسي السؤال واشنو هو المشكل اللي كيخليني انني كنتعامل بواحد الطريقه اللي كتخلي انه العلاقه كتهرس، او انه كيكون فيها شي جهرات او دي كونفلي، او انه الناس كيتخلاو عليا. وهنا هذا مجال واحد اخر، باسكو ملي كنهضروا على الطب النفسي او الامراض العقليه راه امراض، ملي كنهضروا على الاكتئاب هذا، ولكن خصنا نعرفوا بان كاينين اضطرابات الشخصيه. اضطرابات الشخصيه هي ماشي امراض بمعنى الكلمه، ما كدواش بالدواء. سي تري امبورطون. لي تروبل دو لا بيرسوناليتي هي باش نعطيك المثال اللي عطيتك تو تالور اوف، هي شنو هو لو سوفتوير، شنو هو داك البروغرام اللي خدامين به. مع العلم انه هذاك لو بروغرام راه ماشي حنا اللي كنكتبوه، ولكن على حسب لي زيفينمون دو لا في، على حسب التربيه ديالنا، على حسب الصدمات، على حسب، وهذه واحد الامر اللي هو مهم بزاف، شنو اللي وقع في السنوات الاولى ديال الحياه ديالنا، دي فوا ميم من الزياده ديالنا وكاع لي بيدو. بحال هاد الاحداث اللي ممكن توقع في الزياده ديالنا نوفوني، واللي ممكن تاثر من بعد 20 عام 30 عام. نعطيك واحد مثال اللي هو بسيط. مثلا ملي النفيسه دونك ملي كتولد، الا تصابت بواحد الحاله ديال الاكتئاب وما قدراتش تكلف بلو بيبي، بقى بعيد عليها. كنقولوا حنا في المجتمع ديالنا يكبر وينسى، ياك سي توتالمون فو. ما كينساش هادوك التفاعلات بيان سور ما عندناش لي سوفنير ديال قبل من لاج دو 3 ans ان جينيرال ولا 4 ans بيان سور، ولكن هادوك التفاعلات الاولى في الحياه ديالنا، اش واقع في المحيط ديالنا، حتى المعطيات ديال الولاده ديالنا، كنأكد لك بانهم، كنت كنهضر على البصمات، كيخليو بصمه كبيره على طابع ديال واحد، لو تمبيرامون ديالو، واش عصبي ماشي عصبي من الصغر، وهادشي اللي كيتبنى عليه تو لو ريست. دونك هاد المساله مهمه، خصنا نعرفوا بانه جوستومون لي توت بروميير زاني دو نوتر في كاع داكشي اللي نعيشو دي بروبليم في العائلات، لي بيبي اللي ملي كتكون لا مامون خدامه وسورتو سون بروميير بيبي كتخليه عند الوالده ديالها ولا شي واحد من الاهل، هادشي كله كيخلي اثار افي. كيفاش نقدروا نتعاملوا مع هذا الاثر ملي كيولي سلبي؟ هو على الغالب غيكون سلبي. كيوليو سلبيين. وهنا فين جوستومون الواحد كيمشي، هنا فين غادي نخدموا اون بسيكوثيرابي بلوس دانسبيراسيون بسيكاناليتيك بحال لا بسيكاناليز ديال كنرجعوا الامور اللي وقعت في حياتنا واللي بعض المرات كنتناساو كاع، وكنعاودوا فيها النظر باش بور لي ريفالوي. بحال قلتي خصنا نعطيوها واحد القيمه بالذهن ديالنا وبالتفكير العقلاني ديالنا، ونعاودوا نعطيوها واحد لو سونس واحد اخر باش ندمجوها احسن في الحياه ديالنا، نبدلوا الشوفه ديالنا ليها، نبدلوا الشوفه ونعطيوها واحد المعنى، لانه الاغلبيه ديال الاحيان داكشي اللي كنعيشوا في الصغر وكيفاش عشناه راه ما كنرجعوش نفكروا فيه ونعاودوا نحلوه ونمشيو باستنتاجات جديده اللي نبنيو عليها المستقبل. كنبقاو غاديين على الاستنتاجات ديال الصغر، ديال ديك الساعات كيفاش عشت داكشي اللي عشت. بدينا النقاش ديالنا في الاول بالهضره على مواقع التواصل الاجتماعي، واش نقصات من لا ستيغماتيزاسيون ديال الشوفه ديالنا كمغاربه للاضطرابات النفسيه، ومع النقاش تبين انه العكس. انا عندي واحد السؤال. غالبا ملي كنكونوا نقول كنقيموا ولا كنوقفوا عند شنو تغير في المجتمع ديالنا علاقه بمواقع التواصل الاجتماعي، كنديروا واحد المقارنه بين الاجيال.
كنقولوا مثلا الجيل اللي قبل منا فاش ما كانوش مواقع التواصل الاجتماعي كان كيعيش بهذه الطريقه، حنا كنعيشوا بطريقه اخرى حيت عندنا دابا تيك توك وانستغرام وما نعرف شنو. في الصحه النفسيه هاد المقارنه ما بين الاجيال كتقدر توصلنا شي خلاصات؟ نقدروا مثلا نقولوا انه الجيل اللي قبل منا كان عنده اضطرابات اقل وربما الجيل الجديد عنده اضطرابات اكثر. ما نظنش بانه الجيل اللي من قبل كان عنده اضطرابات اقل، لانه راهم معطيات واكراهات اللي كانت وحده اخرى. بحال ملي كنهضروا على لي ميديا سوسيو ولا لي ان تي سي، اكيد انه على حسب الاستعمال ديال هذوك لي ريزو سوسيو اشنو اللي كنديروا بهم. كاينين بزاف ديال الدراسات اللي حاولت تشوف شنو هو الامباكت سور لا بسيكولوجي ديال الناس اللي كيستعملوا لي ريزو سوسيو، وبينوا واحد لي ريزولتا تري كونتراستي. بمعنى بعض المرات كنقولوا بان وي بالعكس هذوك المستعملين كيكونوا في صحه احسن الى اخره، وفي مره اخرى كنقولوا بان المستعملين ديال الريزو سوسيو كيقدروا يكونوا عرضه اكثر لهذاك القلق الاجتماعي، القلق بصفه عامه الى اخره. لي فري سي فري بور لي دو، حيت على حسب النوعيه ديال الاستعمال وعلى حسب من غير الاستعمال ديال لي ريزو سوسيو اش كندير في الوقت الاخر. دونك لي ريزو سوسيو كاداه باش نمشيو نقلبوا على المعلومه، غير خص يكون عندنا اون ليكتور كريتيك باش نقلبوا على المعلومه الصحيحه، لانه في لي ريزو سوسيو اي واحد كيقدر يبوبلي اي حاجه. دونك كنقدروا نكونوا عرضه دي زانفورماسيون دو موفيز كاليتي. في هذه المساله ديال المقارنه ما بين الاجيال، المقارنه ما بين الاجيال انا اللي كنظن هو كاين واحد المعيار اللي هو الكميه ديال الاستهلاك ديال وسائل المعلومات بصفه عامه، تو سكي نوميريك. هنا فين كنظن يقدر يكون واحد الاشكال، لانه كاين بزاف ديال الدراسات اللي بينات انه ما حدنا كان في المده الزمنيه، واحد المده الزمنيه ديال الاستعمال اليومي ديال لي ريزو سوسيو ديال لي سوبور انفورماتيك بصفه عامه كتكبر، ما حدنا بوتيتر نقدروا نكونوا اكثر عرضه للامراض النفسيه ولكن حتى امراض بدنيه، باسكو سي لا سيدونتاريتي، ما كنبقاوش نتحركوا هذا. وهنا راه كاين واحد العلاقه مهمه، ما كاينش واحد لا فرونتيير كلير ما بين اشنو هو اللي عضوي اونتر كيمي وشنو هو اللي نفسي، بحيث انه ملي كنهضروا على لا سيدونتاريتي انه الواحد ما كتكونش عنده واحد ما عندوش واحد النشاط بدني كافي بصفه يوميه، راه كاين انعكاس على الصحه النفسيه والعكس صحيح. اذا اننا نقولوا بان الجيل الجديد جينيراسيون الفا ولا لي ميلينيالز حيت كيستعملوا بزاف لي سمارت فون ولا لي ريزو سوسيو غادي يكونوا عرضه اكثر للاضطرابات النفسيه. ما نظنش، ولكن اللي نقدروا نشوفوا هو انه كاينين اضطرابات نفسيه مختلفه. الطبيعه ديال الاضطرابات هي اللي كتختلف. ابسوليومون. واحد السؤال واحد اخر في هذا السياق ديال الاجيال، واش نقدروا نقولوا انه جيل معين كتكون عنده واحد الاضطرابات بطبيعه معينه كيف قلتي، وربما فاش ما كتعالجش كيورثها للجيل اللي موراه؟ الوغ انه الاضطرابات تكون موروثه ماشي جينيا، ثقافيا و تربويا. هنا فين تربويا داكشي علاش انا كنفضل نقول بأيه كاينين اضطرابات اللي هي عائليه اكثر ما نقول بانها جينيه، لانه بحال دابا ملي كنهضروا على الخوف نعطيك واحد المثال اللي هو بسيط. لا فوبي ديال لي كافار راه في الاغلبيه ديال الاحيان لي زانفون ديال لي بيرسون كي اون لا فوبي دي كافار فون افوار لا فوبي دي كافار. علاش؟ لانه ملي كنكونوا صغار، وكنت كنهضر توتالو على السنوات الاولى، راه كنتعلموا اننا اون ديكود العالم والمحيط ديالنا على حسب لا رياكسيون ديال الوالده ديالنا او ديال والدينا، من الوالده ديالنا بالاخص، على حسب الملاحظه. وكنتعلموا بزاف الحوايج من خلال كيفاش الام او الاب غادي كيتفاعلوا مع الامور، وداكشي كيتقيد هنايا وكنكبروا به. الوغ كو ما درناش تجربه شخصيه ديال مثلا هذيك لا رونكونتر افيك لو كافار، باش نعطي غير واحد المثال اللي يقدر يكون مضحك. سي لا ميم شوز بور تو لو ريست. ملي كنهضروا على القلق الاجتماعي ديال شنو هو القلق الاجتماعي بمعنى المرض، هو ملي الواحد فريمون كيكون مقبوط ومخلوع، ملي كيقول في راسو راه غادي يشوفوني الناس بنظره خايبه. ايوا هنا نرجعوا للمجتمع ديالنا، ملي كنديروا البسالات ملي كنكونوا صغار وكنسمعوا واش غادي يقولوا عليك الجيران، اش غادي يقولوا علينا الجيران، ايتترا ايتترا،
راه ديك الساعات كان بحال قلتي كنديروا هذيك الحقنه الاولى ديال غادي يكون فيها واحد القلق اجتماعي اللي يقدر يبان في لاج ادولت ولا في لادوليسانس. دونك اكيد انه كيفاش والدينا كيربيونا على حسب الاكراهات ديالنا، على حسب الصحه النفسيه ديالهم، بيان سور غادي يولدوا فينا، يقدروا يولدوا فينا اضطرابات. واكيد انه الصدمات، وهذه سا اون دوني دو ليبيجينيتيك، بمعنى دابا اليوم عارفين في العلم بانه لي جين ديالنا راه لونفيرونمون اكستيريور كيقدر يغير ليكسبرسيون ديالهم. هذه راه ما كانتش هذه الفكره، ما كانتش هذه 30 عام. اي عارفين اليوم بطريقه اللي هي مؤكده بانه كاينين شي صدمات اللي كنقدروا نعيشوا اللي غادا تغير سيغتان بارامتر في لي جين ديالنا اي كون فا ترانسميتر. داكشي علاش كنت كندوي تو تالور على بانه السنوات الاولى مهمه، والولاده وحتى ما قبل الولاده راه كتقدر تعطينا واحد الارضيه خصبه لانه يبانوا اضطرابات. دكتور عثمان الورابي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. جيتي عندنا في هذا الصباح. شكرا على الاستضافه، سيتي ان فري بليزير. لو بليزير بارطاجي. شكرا على كاع المعلومات اللي عطيتينا، وكنتمنى نكونوا دوزنا هايلايت كاع داك الاسئله اللي ممكن تجي للبال ديال الناس ارتباطا بهذا الموضوع ديال الصحه النفسيه. كمشاهد، شنو المواضيع اللي تبغي تشوف في الحلقات الجايه ديال هايلايت مغربي؟ ما نكرهش تطرقي الامور اللي متعلقه بالفلسفه والفلاسفه بصفه عامه. كنظن بانه مهم اننا نغتنموا الفرصه ديال الافكار ديال شخص واحد اخرين باش ننميو الفكر ديالنا. وهي في الحقيقه محتوى ما كاينش بزاف في لي بودكاست، على الاقل في المغرب نادرا فاش كتصادف شي حاجه بحال هكا. دكتور ربيع، كنعاود نقول لك شكرا بزاف، وحتى نتوما تقدروا تخليو لنا في التعاليق اقتراحاتكم للمواضيع اللي تبغوا تشوفوا في الحلقات القادمه من بودكاست هايلايت مغربي. نشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله.